ما الذي جعل حركة النهضة قلبت الأدوار تتهمك بنفس ما اتهمت به في 2011؟ هو ثم إسلام وإسلام. ثم الإسلام التونسي اللي حسب النص القرآني قد وثم الإسلام المستورد واللي لربما الإسلام هو الإسلام سلبي. لا عايش ولدي، لا إسلام مصري، لا عايش ولدي، هذه مثلا نعرف خير منك من فضلك. نحب نسمع وجهة نظر فيها. احنا عن الإسلام هو القرآن، وثم شكون داخلين فيه بدع. تعرف اللي في بقايع أخرى نعم. ثم مثلا الوهابية، والوهابية تعرضت على التوانسة في عام 1802 والتوانسة رفضوها، قالوا لا هذا احنا راه عندنا الإسلام نتاعنا حسب النص القرآني كذا. ويظهر وأن في وقت ثم ناس في النهضة اللي كانوا مع الإسلام المستورد هذايا اللي بعيد على النص القرآني، لكن توا يظهر فيهم قربوا للنص. سمعت اللي الشيخ راشد قال احنا رانا ولينا توانسه، هكا تولي تونسي، تونسي مرحبا بك. ولهذا توا وقال ايضا ان الحركه هي مستقبل الاسلام السياسي في المنطقه. شكون هو؟ سيد راشد غنوشي. سامحني، الاسلام السياسي شنو معناها الاسلام السياسي؟ معناها حزب سياسي يوظف الدين باش يوصل للحكم. احنا هذاك نقاوموه ويستعمل العنف ويفرض عليك رايه ويخسر لك مخك، هذاك احنا ضده. كان اما ان يستعمل الدين للوصول الى السلطه دون استعمال العنف ما فيش مشكله. واذا كان يتكلم على نفسه ويعمل يحب يقنع بالكلمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. اذا كانوا من النوع هذا اهلا وسهلا. احنا زاده حبوا دوله تونسيه نتاع القرن ال21، لكن دولة لشعب مسلم. وهيك علاش الفصل الأول من الدستور اللي قاوموه هما وبالاخر توا قبلوه الأولاني، تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، العربية لغتها، والجمهورية نظامها. ما دامنا متفقين على هذا نحن ماشيين مع بعضنا. كان ثم يعني نحبوا الخلافة ونحبوا كذا شيء آخر. احنا ما قلناش ضد المسلمين، ما نقسموش الشعب احنا الى مسلم وكافر وغير مسلم، لا. ما دامكم مسلمين كيفنا نحن، احنا ماشيين مع بعضنا ما ثماش مشكل. وتوا موجه الدستور توا ولا الدستور توافقي، احنا ماشيين في نطاق الدستور التوافقي. لكن الدستور التوافقي ما يعنيش ان الناس كلها تتكلم كيف نقول الكل مع بعضنا اليد في اليد كما كان يقول. اما ما يقولش واحد لابس جبه والاخر يكون لابس فيستا، ينجم يكونوا مع بعضهم، ولا لابد يكون عندنا الحيل كلنا مع بعضنا باش نكون، لا. ينجم المراه تكون راسها مغطي بارك الله فيها، ونحن مش ندافعوا على حريتها باش تغطي راسها، ولكن مش ندافعوا على حريه المراه باش يبدا راسها عريان، واللي يعتدي عليها نحن نصدوها، بحيث